ياستروب المدير الفني للنادي الأهلي يدرس الاستجابة لبعض الأصوات في الجهاز المعاون له، والتي بدأت تطالب بالتوقف عن المداورة بين الحراس والاعتماد على مصطفى شوبير أساسياً بشكل دائم، كونه الأكفأ في هذه الفترة الحساسة من الموسم. الإعلاميون الذين يظهرون على قناة نادي الزمالك يواصلون التهكم على الأهلي وسط تجاهل لجنة الرصد في المجلس الأعلى للإعلام وتجاهل من النادي الأهلي شكوى هؤلاء الأشخاص، حتى أصبح النادي مباحاً. بعض المندسين بين جماهير الأهلي يحاولون تحريض الجماهير من جديد على مقاطعة مباريات الفريق، ويستغلون فشل الفريق في تحقيق الانتصار على زد. لجنة الكرة بالنادي الأهلي تجدد الثقة في ياستروب وترفض بشكل تام فكرة رحيله في هذا التوقيت من الموسم. مصدر بالأهلي يؤكد أن مسؤولي لجنة الكرة بالنادي يرون أن أداء الفريق في مباراة زد كان أفضل كثيراً من المباريات الماضية، ولو كان هناك توفيق في فرصة طاهر أو فرص تريزيجيه الثلاثة الضائعة لكان حقق الفريق الانتصار والثلاث نقاط، أو لو احتسب الحكم ركلة الجزاء التي تغاضى عنها. ولذلك الحديث عن إقالة الجهاز الفني غير منطقي تماماً، خصوصاً أن الفريق سيخوض أيضاً بعد أسبوعين فقط مباريات ربع نهائي دوري الأبطال. لكن هذا لا يعني أن هناك حالة رضا تامة عن الجهاز الفني، فهناك تحفظ كبير على معاناة الفريق معه من مشاكل في الضغط ومشاكل في المنظومة الدفاعية، وأيضاً التنوع الهجومي، وهذا ما سيتم مصارحة المدرب الدنماركي به. أشرف بن شرقي يؤكد لوليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي بأنه لم يكن يعترض على استبداله في مواجهة زد، بل كان يلوم نفسه فقط على عدم نجاحه في مساعدة الفريق في العودة لنتيجة المباراة، وما حدث لا يتخطى نرفزة ملعب. ومدير الكرة يلوم بشدة اللاعب المغربي ويؤكد أن تصرفه غير مقبول تماما، وفتح مجالا للحديث عن عدم سيطرته على غرف الملابس قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال. الترجي التونسي يعود سريعاً للطريق الصحيح ويفوز بثلاثية نظيفة على الأولمبي ليعزز صدارته للدوري. الأهلي يتنازل عن قيمة إعارة أشرف داري لنادي كالمر FF السويدي للاعب المغربي، حتى لا يتحمل النادي جزءاً كبيراً من راتبه في هذه الفترة نظراً للأحداث الراهنة والحرب المشتعلة. أيمن يونس لاعب الزمالك السابق ينتقد بشدة الأهلي والزمالك بسبب أشرف داري وكولر وغيرهم ممن رحلوا عن الناديين وطالبوا بكامل مستحقاتهم، ويؤكد أن ما يحدث مؤخرا كوميديا سوداء وأخطاء إدارية غير مقبولة من الأندية الكبيرة وإهدار للمال العام، ومن العيب أن تكون أندية مثل الأهلي والزمالك لديها هذه الأخطاء في العقود. ويؤكد أنه لو كان هناك تطبيق لمبدأ اللعب المالي النظيف لوضع كل ناد لنفسه مخرجا للتعامل مع مثل هذه المشاكل.